دخلت أول شغل وأنا فاكر إني جاهز، وبعد كام أسبوع حسيت إني معرفش حاجة. طب اللي أنا اتعلمته كل السنين ده راح فين؟ أنا اللي كنت فاهم غلط ولا محدش قال لنا الشغل بجد عامل إزاي؟ ده سؤال مهم جدا. بص، الدراسة بتعلمك الشغل المفروض يمشي ازاي، صح؟ لكن الواقع فيه ضغط، ناس مختلفة، قرارات ساعات ما بتبقاش حتى منطقية بالنسبة لك، صح؟ والصدمة الكبيرة اللي انت بتحس بيها في الأول مش معناها إن انت فشلت، معناها إنك بدأت تشوف الشغل على حقيقته. سمعتني كويس؟ طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة وأهم حاجة، ما تحكمش على مستقبلك كله من أول كام شهر. اتنين، لو سمحت اسأل واتعلم، وما تتكسفش تقول أنا مش فاهم، مش عيب والله. تلاتة، قرب من حد عنده خبرة يفهمك الناس والشغل ماشيين ازاي، مش بس يقولك تعمل ايه. وافتكر دايما محدش بيدخل أول شغل وهو عارف كل حاجة، صح؟ أول شغل هو اللي بيعلمك وبيجهزك للي جاي، فاهمني؟